وتلجأ للأكل. بس في كل مرة كانت بتقع ما كانتش بتكره نفسها، كانت بتتعلم وتقوم أقوى ومصممة إنها تكمل. أصل هي تستاهل. واحدة واحدة بدأت تفهم نفسها، ما بقتش شايفة نفسها ضعيفة، بالعكس فهمت وجعها واتعاملت معاه بشكل صحي، وبقت أقوى بكتير من زمان. بدأت دعاء تهتم بنفسها، تاكل بوعي، تتحرك، تتنفس، تلعب رياضة. والأول مرة من سنين طويلة حست إنها موجودة بجد، عايشة. المشاكل ما اختفتش، بس هي ما بقتش تهرب من المشاكل دي، بالعكس بتواجهها. دعاء ما خفتش بس من الأكل العاطفي، دعاء خفت من قسوتها على نفسها، وفهمت حاجة عمرها ما كانت شايفاها: إن الهروب ما بينقذ، لكن المواجهة حتى لو بتوجع شوية هي الطريق الوحيد للشفاء والتعافي.